حبايبي، النهارده هنعمل طريقة بطاطس بالفراخ لذيذة جدا. نبتدي نعملها مع بعض ونشوف ايه هي الطريقة. اول حاجة هجيب فرخة وتكون منزوعة الجلد، وابتدي في طاسة او وok كده منزلة معلقة سمنة كبيرة مع معلقتين زيت، وابتدي اديها تحميرة وهي نية لسه كده عشان تتشمع وتقفل المسام بتاعتها وتديني لون حلو. هنزلها كده، انا مقطعها على 8 قطع. لازم تكون الطاسة سخنة جدا. بعد ما اتشوحت قلبتها على الوش التاني. بعد كده هروح مطلعاها في حاجة جنبي، وابتدي في نفس الطاسة انزل بصلتين يكونوا وسط مقطعهم جوليان، انزلها كده مع ورقتين لورا كده وابتدي ادبل فيهم واشوح فيهم كده في الوok. جميلة جدا الطريقة ديت ولذيذة. انا عملتها قبل كده معاكم بس نص سوا، كان كله ني في ني يعني. بعد كده هضيف لهم 5 فصوص توم بعد ما البصله قدامكم كده واضحه دبلت. واول ما الريحه تطلع ابتدي بقى انزل عليها فلفلايه رومي كبيره مقطعاها جوليان مع قرن فلفل حامي. طبعا لكم حريه الاختيار. واقعد اشوح فيهم برضو كده لغايه ما ياخدوا من طعم بعض. وابتدي انزل عليهم حوالي 5 بطاطسيات، وليكم حريه الاختيار وعدد البطاطس اللي هتنزلوه. مقطعاها انصاص كده عشان البطاطس كانت كبيره. واقعد برضو اشوح وادخل كل الاطعمه دي مع بعض في قلب بعض كده، والريحه طالعه ممتازه جدا. طبعا كل الحاجات دي بتنزل السوائل بتاعتها. هضيف لها بقى بعد كده طماطميتين جامدين كده كبار بشراهم، ونضيفها عليهم واقلب. كل ما بضيف حاجه اقعد اقلب كويس كده وادخل حاجه في بعضها. بعد كده هرجع الفراخ بتاعتي بس على الوش اللي فيه لحم، لانها طبعا لسه هتستوي. لو تلاحظوا كده انا بنزلها على الوش التاني اللي هو معظمه اللحم مش العظم. وانزلها كده وارصها كويس كده على الفراخ، وانزل عليهم بنص طماطم، نص كيلو طماطم في الخلاط ضربها مع كوبايه ميه، مع قرن فلفل حامي ولا سبايسي كده. واحط بقى بابريكا وماجي وكمون وسبع بهارات، واروح منزلها عليهم. كل التوابل دي تديها الطعم بتاعنا الجميل. واقلب كويس كده واجيب من تحت لفوق كده بحيث كل التوابل دي تندمج مع بعضها. بعد كده بقى هروح جايبه كيس صلصه، او لو عندي علبه صلصه يبقى معلقه كبيره من الصلصه انزلها عليها عشان تعزز لي بس اللون. انزل عليها برضو. وبعد كده اقلب برضو وادخل الحاجات دي كلها في قلب بعض لغايه ما تاخد الغلوه التمام بتاع 10 دقايق كده كل الحاجات دي مع بعضها. اروح جايبه بقى البايركس او الطاجن وانزل فيه البطاطس بتاعتي، بتبقى دخلت في السوا. واروح مدخلاهم بقى في الفرن على درجه حراره 180 لغايه 200، وتطلع بالطريقه الجميله دي والشكل الرائع ده. تاكلوها بألف هنا وشفا.